مباراة مصر والأردن كانت النهارده يا جماعة الساعة 4:30، وأنا قبل الماتش الساعة 4:15 نمت والله، وكنت قاصد عشان كنت مطبق من الشغل وتعبان، فقلت بدل ما اتفرج على الماتش أريح دماغي بدل ما اتحرق دمي ويتعادلوا ولا يتغلبوا. فعلا قد كان أنا ريحت دماغي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي سينمائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا ليس أمر يا جماعة، دعمونا بالاشتراك في القناة ودوسوا لايك لو عجبكم الفيديو، واصحابنا كده اللي في التيك توك يشتركوا في قناة اليوتيوب وتفاعلوا معانا. واليوتيوب بيقول ان الاشتراك في القناة مجانا مش هيكلفك أي شيء، ولو حبيت والله العظيم ان شاء الله الخير لغيرك، الخير هيجي لك. منتخب مصر فيه فضيحة مدوية، بينهزم من الأردن 3-0. 3-0 منتخب مصر بيتغلب من الأردن، شيء مخزي جدا يا جماعة. يعني ولا أداء ولا شكل ولا رجولة ولا جرينت خالص. منتخب الأردن أخدنا غسيل مكوى، وخصوصا الشوط الأول ضغط وستريس حد أول ربع ساعة مش راحم، والنتيجة تسمر عن هدف في الدقيقة 12 من لمسة ولعبة هو واللعيب التاني المهاجم مع الجناح. تيكي تاكا هات وخد. ايه الجمال ده يا جماعه؟ والضغط والدقيقه 40 يجيب الجون الثاني، ولولا ستر ربنا كان في الدقيقه 50 الشوط الثاني كان هيجي الجون الثالث. لولا بس ان كان في خطا من المهاجم اما زق المدافع بتاعنا ياسين مرعي. فشيء مخزي جدا. ده منتخب الاردن بيلعبنا بالمنتخب الثالث بتاعهم الاحتياطي، مش الثاني الثالث. واحنا عارفين كده، المفروض كنا نستثمر هذه الفرصه، والمنتخب الاردن كان بيقول لك يغلبني، لكن بكل حماقه ورعونه وعدم رجوله من لاعبي منتخب مصر. وبعدين كابتن حلمي طولان، انا مش عارف يعني انت بلغت من العمر يا كابتن حلمي، عندك 73 سنه، قربت تلقى الله اكتر مننا كشباب. ف يعني نصيحه من اخ اصغر، ان انت حضرتك ممكن تقعد في البيت تتقرب الى الله وتصلي وتتقرب الى الله وتقرا قران كريم، افضل من ان انت تتعب اعصابك في تولي كره قدم ومدير فني. يعني ايه العك اللي انت كنت بتعمله النهارده ده؟ يعني النهارده انت غيرت، عمل 5 6 تغييرات، اما بتدل ان انت الماتش اللي فات كنت انت بتعك فبتحاول تعدل النهارده، ما يعني الكلام كده. اما عمرو السوليه والنني ما يلعبوش وتنزل اكرم توفيق بقى خط الوسط ملعب عادي مركزه الطبيعي، مش جناح، مش باك يمين، ومعاه الغنام ومعاه قصاده مجدي قفشه. انت ما كنتش عامل كده الماتش اللي فاتت. وخليت ميدو جابر هو جناح يمين بدل مصطفى سعد ميسي في الشوط الاول اللي كنت بتعدل اللعبه بالعكس. اذا انت يا كابتن، وخليت كمان محمود الونش بدل رجب نبيل في خط الدفاع مع ياسين مرعي. اذا انت كنت الماتش اللي فات يا كابتن حلمي كنت بتعوك الدنيا، وحاولت النهارده تعدل النهارده الخطه. معنى الكلام كده يعني اللي فات ده كله كان عك بقى. فبجد يا جماعه يعني لعيبه منتخب مصر ما كانوش رجاله خالص النهارده، وفضيحه مدويه، وشكلنا ايه قصاد الناس في المغرب في كاس الافريقيه. السمعه بقى زي الزفت، منتخب مصر بتغلب 3-0، يا ده منتخب هلول قوي. شوفوا بقى لما تروحوا كاس افريقيه هتعمل علينا حفله. يعني ما ينفعش كده يا رجاله اصلا. ومين المسؤول؟ وانتوا كنتوا رايحين شكلكم خطر عشان تشتروا ايفونات وحاجات، انت ما كنتش شاريها من مدينتي ولا سفينتي ولا الرحاب عندنا في